اللي قدامك دي صورة من فيديو اتصور بكاميرات مراقبة يوم السبت 8/2/2025، وبيظهر فيه واحد قاعد على الترابيزة في كافيه، وواضح إن في كلام ما بينه وبين الشخص اللي واقف قدامه. وفجأة وبدون أي مقدمات راح قايم من مكانه ومسك الترابيزة وحدفها على الموجودين كلهم، وبدأ كمان يحدف الكراسي عليهم، وطلع من المكان وحاول في نفس الوقت إنه يكسر حاجات تاني بره المكان ده، لحد ما الناس اتلمت عليه، وساعتها طلع يجري وعرف يفلت منهم. وصحيح إن المشهد انتهى على كده، لكن بعدها بدقايق حصل مشهد تاني في نفس المكان انتهى بوصول بلاغ للشرطة من طوارئ مستشفى قريبة من المكان ده بوصول الشاب اللي في الصورة دي للمستشفى، وإنه أول ما وصل لفظ أنفاسه الأخيرة. وتبدأ وقتها الشرطة تستلم ملف القضية، وتظهر المفاجأة الكبيرة. بس في الأول في أكتر من سؤال لازم نسألهم: هو مين الشخص اللي كان ظاهر في الفيديو؟ وليه اتخانق مع الناس اللي موجودة في المكان؟ وإيه هو المشهد التاني اللي حصل بعده؟ وإيه اللي حصل فيه؟ ومين هو الشخص اللي وصل للمستشفى؟ وإيه اللي حصل معاه بالظبط؟ والأهم، إيه أصل الحكاية؟ لكن قبل ما نبدأ، حضر مشروبك وحط السماعات، ولو جاهز يلا نبدأ قصة النهاردة. قضية النهاردة من محافظة الغربية في مركز المحلة الكبرى، وتحديدا شارع البحر الموجود في منطقة البندر. الأحداث بتدور يوم السبت الموافق 8/2/2025، وخليك فاكر إن بسرد عليك الأحداث بأدق تفاصيلها عشان أعيشك كل لحظة فيها، وإن الغرض مش الإطالة. وقبل ما نخوض في تفاصيل القضية، خلينا نتعرف على الشخصيات. الشخصية الأولى هي الضحية أحمد مرجان أحمد، شاب عنده 23 سنة، مقيم في مركز المحلة محافظة الغربية، عايش مع بقية أفراد عيلته. وعيلة أحمد هي عيلة ميسورة ماديا، ووالده الله يرحمه يبقى صاحب سلسلة مطاعم مرجان للمأكولات البحرية، ودي سلسلة مطاعم معروفة ومشهورة في القاهرة وبالأخص في محافظة الغربية. والمعروف عن أحمد إنه شاب طيب وطموح وعلى خلق، وده بشهادة الكل. ولحد هنا كده انت عرفت هو مين أحمد. أما الشخصية التانية فهو الجاني محمد سعد المهيلي، 47 سنة، ومقيم في واحدة من قرى محافظة المحلة الكبرى، يعني هو والمجني عليه تقريبا معرفة، ويبقى صاحب قاعة أفراح كبيرة هناك. والقاعة دي فاتحة من 15 سنة، وموجودة تحديدا قدام نادي 23 يوليو. ولحد هنا كده انت عرفت اللي محتاج تعرفه عن الجاني والمجني عليه. بس يا ترى ايه هو الرابط بينهم؟ القصة بتبدأ من عند محمد اللي ما كانش بيملك قاعة الأفراح، وكان مأجرها من 15 سنة. وبعد 15 سنة من إيجاره ليها قرر المالك إنه ينهي عقد الإيجار معاه، ومن هنا بقى بدأت المشاكل. محمد ما كانش عايز يسيب القاعة، فاضطر المالك وقتها إنه يلجأ للقضاء، اللي حكم لصالح المالك في النهاية. وصدر الحكم من حوالي 4 شهور قبل الحادثة بطرد محمد سعد المستأجر من المكان. وقبل ما تتوقع اللي حصل، مالك القاعة مش طرف في قصة النهاردة. بعد ما الحكم صدر بدأ صاحب القاعة يعرضها للإيجار، وفعلا استلم المكان المستأجرين الجدد. والمستأجرين دول يبقوا هم عيلة مرجان، أو بمعنى أصح أصحاب سلسلة مطاعم مرجان، هم اللي أجروا المكان ده. ومن اللحظة دي تحديدا بدأت المشكلة تكبر. محمد اللي هو المستأجر القديم عمل مشكلة كبيرة مع عيلة مرجان اللي كانت خلاص بالفعل استأجرت المكان وبدأت في تجهيزه. راح للمكان وافتعل مشكلة، وقعد يزعق ويقول كلام ملخصه إنه مش هيسيب المكان، وإن القاعة دي بتاعته واللي هيدخلها هتكون نهايته على إيده. والمشادات والخناقات بينه وبين عيلة مرجان حصلت أكتر من مرة، بالرغم إن بالعقل والمنطق المستأجر الجديد المفروض ملوش أي علاقة ولا في مشكلة بينه وبين المستأجر القديم. يعني المفروض إن الموضوع ما يكونش فيه أي نوع من المشاكل بين أي طرف من الأطراف. وفضلت المشاكل ما بينهم قائمة لدرجة إن هم حرروا لبعض محاضر في الاسم، وأخيرا لجأوا للجلسات العرفية، واللي كان حكمها إن محمد يسيب القاعة اللي أصلا المحكمة كانت حكمت بنفس الحكم، في مقابل إن عيلة مرجان هيدفعوا له 400 ألف جنيه كإخلاء طرف، وياخدوا هم القاعة عشان يحولوا قاعة الأفراح لفرع جديد للمطعم بتاعهم. واستقر الاتفاق ما بينهم على كده، والمفروض إن الموضوع اتحل. والأكتر من كده إن محمد وقتها خد منهم 200 ألف جنيه كدفعة أولى. بس هل الموضوع فعلا اتحل؟ للأسف الموضوع ما اتحلش، وده كان من وجهة نظر محمد. اللي حصل بعدها إنهم كانوا متفقين على ميعاد المفروض إن محمد يسيب فيه القاعة، ولما جه الميعاد ده محمد رفض يسيب القاعة زي ما اتفقوا. واتجددت وقتها الخلافات بين الطرفين، وحصل اشتباكات ما بينهم. وكانت دي هي اللحظة اللي قرر فيها محمد
إنه ينتقم بطريقته الخاصة. وبعد آخر خناقة ما بينهم بيومين كان المشهد اللي شفناه في البداية. المشهد ده زي ما عرفنا كان يوم السبت 8/2/2025، وبدأ بالفيديو اللي كاميرات المراقبة رصدته الساعة 5:35، وبيظهر فيه واحد قاعد على ترابيزة في كافيه، والواحد ده يبقى هو محمد صاحب قاعة الأفراح، والمكان اللي كان قاعد فيه ده يبقى كافيه ملحق بالقاعة. وفي وقتها حصل ما بينه وما بين أشخاص تانية كلام، والأشخاص دول يبقوا أفراد من عيلة مرجان وناس تبعهم شغالين في المكان. واللي كان بيحصل في المشهد ده إن محمد كان بيفتعل أي مشكلة معاهم، وهم عشان عارفين ده فواضح إن محدش اتعرض له، وكانوا بيكلموا بهدوء وبأدب. وفجأة راح قايم من مكانه ومسك الترابيزة اللي قدامه وحدفها عليهم، وبعدها بدأ يهدف الكراسي عليهم وطلع من المكان وحاول إنه يكسر حاجات تانية بره المكان لحد ما الناس اتلمت عليه، وساعتها طلع يجري وعرف إنه يهرب منهم. بس يا ترى محمد كان جاي يعمل كده وبس ولا في هدف تاني كان في دماغه؟ الحقيقة إنه كان عاوز يتأكد إن أحمد مرجان موجود فعلا، ومحمد اتأكد من اللي كان عايز يتأكد منه، وهو إن أحمد مرجان ابن صاحب المطعم موجود في المكان، وتحديدا كان موجود في المكتب الملحق بالكافيه، ومش لوحده، ده كان معاه أخوه وواحد صاحبه اسمه عمر الهواري. وهنا نروح للمشهد التاني، واللي حصل وقتها إن محمد رجع مرة تانية، بس دخل على طول على المكتب اللي فيه أحمد وأخوه وصاحبه، وكان ماسك في إيده وقتها مسدس وجهه ناحيتهم، وبدأ إنه يضرب بشكل عشوائي. وكانت حصيلة اللي عمله إن أحمد مرجان خد طلقة في رجله، وصاحبه عمر اتصاب بطلقتين، واحدة في الفخذ واحدة في دراعه. وطبعا بعد ضربه عليهم بالشكل ده ساب المكان وطلع يجري. لكن للأسف اللي حصل وقتها إن أحمد بالرغم إنه متصاب في رجله قام لقدره وقتها وطلع من المكتب وحاول إنه يلحق الجاني اللي فعلا نجح إنه يوصل له. فكان رد فعل الجاني إنه يوجه المسدس بتاعه لصدر أحمد مرجان ويوجه له أكتر من طلقة، كانوا السبب إن أحمد مرجان وقع على الأرض في نفس اللحظة. واللي حصل بعدها إن الناس طلبت الإسعاف اللي حضرت فورا ونقلت أحمد مرجان وصاحبه للمستشفى. وللأسف خلال لحظات كان وصل بلاغ للشرطة من طوارئ مستشفى المحلة العام بوصول الشاب أحمد مرجان للمستشفى مصاب بأعيرة نارية، وإن رفض أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله. وفي نفس اللحظة اللي الإسعاف حضرت عشان تنقل أحمد وعمر للمستشفى، الجاني كان بيحاول يهرب لكن الأهالي كانت وراه لحد ما تم القبض عليه في الآخر بمعرفة الشرطة ومساعدة الأهالي. وكان معاه وقتها الطبنجة اللي نفذ بيها جريمته، وتم نقله لاسم شرطة أول المحلة للتحقيق معاه وتحرير محضر بالواقعة. واختار النيابة العامة اللي أمرت بتشريح الجثمان ودفنه بعد استكمال الإجراءات القانونية، وتكليف إدارة البحث الجنائي في محافظة الغربية بإجراء التحريات حوالين ملابسات الحادث والتأكد لو في أي شركاء محتملين. وانتقل بعدها فريق من النيابة لموقع الحادث لإجراء المعاينة الأولية. أما بالنسبة لصاحبه عمر الهواري اللي كان مصاب معاه في نفس الحادث فهو اتحجز في المستشفى في حالة صحية حرجة لا تسمح باستجوابه. وقررت جهات التحقيق في الآخر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق والتصريح بدفن جثمان المجني عليه بعد انتهاء الطب الشرعي من فحصه وعمل تقرير الصفة التشريحية. وفعلا بعدها وبالتحديد يوم 10/2 تم تشييع جنازة أحمد مرجان بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد عبد الحي خليل بعد صلاة العصر، ونقله لمسواه الأخير وسط حالة عامة من الحزن. وظهرت والدته في الجنازة وهي بتقول: محدش يصوت على ابني، ادعوا له، ابني عريس وفرشت له الحنة في قبره. ولو دخلت على الحساب الخاص بتاع أحمد على الفيسبوك هتلاقي إن كله حاجات كويسة ومنشورات هادفة تبين قد إيه هو شخص محترم ومتربي كويس، وهتلاقي كمان منشورات بيطلب فيها الدعاء لوالده وجدته، وكمان هتلاقي مئات الدعوات بالرحمة والمغفرة، وده يثبت قد إيه هو كان شخص على خلق ومحبوب. الأغرب إنك أول حاجة هتلاقيها في صفحته النبذة المختصرة كاتب فيها: يا صديقي، إن زارني الموت الليلة فلا تنساني في دعائك، ادعو لوالدي وأحمد العشري بالرحمة. يا ريت انت كمان لو وصلت لحد الدقيقة دي ضروري تدعي له بالرحمة وتدعي لأهله بالصبر وإن حقه يرجع، ونحاول نفعل الهاشتاج يمكن نكون سبب في رجوع الحق لأصحابه، ونحاول نطيب قلب أم عمرها ما هتنسى ابنها عريس الجنة. ولحد هنا ينتهي دوري عند السرد وبس، أما الحكم في الأول وفي الآخر فهيكون ليك. دمتم في أمان، سلام.